أهلا بيكم في قناة ساندويتش إنجليزي، القناة اللي هتخليك تتكلم بطلاقة. إحنا بناخدك من البداية للاحتراف، بنخليك تتعلم كل الجمل الجاهزة اللي ممكن تقولها في حياتك وفي كل المواضيع. ومش موضوع واحد ولا حلقة ولا 2، لأ، إحنا بنقسم الموضوع على كذا حلقة عشان ناخدك فيه من البداية للاحتراف. تابع معانا الفيديوهات كل يوم، ووعد مننا هنخليك تتكلم بطلاقة. جرب وشوف بنفسك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنتكلم عن أهم الأسئلة اللي بتتسأل في أي انترفيو، وهعرفكم إزاي تردوا عليها بطريقة احترافية. وهنقسم الموضوع على كذا حلقة عشان تبقى المعلومات خفيفة وسهلة عليكم. أول سؤال، Can you introduce yourself؟ دي بتعني ممكن تعرفنا بنفسك. التركيب هو سؤال بسيط مباشر، والمعنى بالعربي هو إن الشخص اللي قدامك يطلب منك تقول شوية معلومات عن نفسك. ممكن ترد بإنك تقول اسمك، خبراتك، واللي بيميزك بشكل مختصر. ممكن يتقال بطريقة تانية زي Tell me about yourself أو How would you describe yourself، وكلهم معناهم إنك تتكلم عن نفسك بشكل مختصر. التركيبة هنا بتعتمد على إنك تبدأ بمقدمة بسيطة عن نفسك زي اسمك وخبراتك، وبعد كده تضيف شوية تفاصيل عن مهاراتك. أهم حاجة تكون مختصر وواضح. ممكن برضو تركز على الحاجات اللي بتناسب الوظيفة اللي مقدم عليها. ممكن ترد الإجابة دي كمثال: My name is Sarah. I graduated from Cairo University and I have 2 years of experience in sales. طبعاً كل واحد هيجاوب حسب خلفيته. أنا بديكم الإجابة دي كمثال علشان تبقوا فاهمين إزاي تردوا. My name is Sarah يعني اسمي سارة. بعدين عندك I graduated from Cairo University، اتخرجت من جامعة القاهرة. الجملة اللي بعدها and I have 2 years of experience in sales، يعني عندي 2 خبرة في المبيعات. التركيبة هنا بتوضح إنك بتبدأ باسمك، بعدين بتقول اتخرجت منين، وبعدين بتوضح خبرتك. Why do you want this job؟ السؤال ده معناه ليه عايز الشغلانة دي. البدائل اللي ممكن نسمعها هي What attracted you to this position؟ يعني إيه اللي جذبك للوظيفة دي. والسؤال التاني هو Why did you apply for this role؟ يعني ليه قدمت على الدور ده. كل الأسئلة دي بتعني نفس الفكرة، وهي إنهم بيسألوك عن سبب رغبتك في الوظيفة. عشان كده لازم تكون مستعد إنك تسمع السؤال بأكتر من طريقة، لكن الفكرة واحدة، وهي إنك توضح حماسك وسبب اهتمامك بالوظيفة دي. والإجابة لازم تعكس إنك فاهم أهمية الوظيفة وعندك دافع وحماس ليها. ممكن نرد بإننا نقول I am passionate about sales and I admire your company's reputation. Passionate معناها إنك شغوف أو بتحب المجال ده جداً، وسيلز يعني المبيعات. admire معناها تعجب أو تقدير، وreputation يعني السمعة أو ما يشتهر به الشركة. يعني الجملة كلها بتوضح إنك شغوف بالمبيعات ومعجب بسمعة الشركة اللي أنت مقدم فيها. ده بيبين للشركة إنك مهتم وشايف فيها قيمة كبيرة. What experience do you have in this field؟ يعني إيه خبرتك في المجال ده. كلمة experience يعني خبرة، وfield يعني مجال. فالسؤال بيسأل عن خبرتك في المجال ده، وده معناه إنهم عايزين يعرفوا أنت اشتغلت قبل كده في نفس المجال ولا لأ. أما عن التركيب فالسؤال بيتكون من what experience اللي هي ما الخبرة، do you have يعني اللي عندك، in this field يعني في المجال ده. ممكن تسمع السؤال ده بأكتر من طريقة زي Can you tell me about your previous work؟ أو What's your background in this industry؟ Can you tell me about your previous work؟ يعني هل ممكن تحكي لي عن شغلك السابق؟ التركيبة فيها Can you tell me يعني هل ممكن تقول لي، و about your previous work يعني عن شغلك السابق. أما السؤال التاني What's your background in this industry؟
يعني إيه خلفيتك في المجال ده. التركيبة هنا What's your background بمعنى إيه خلفيتك، و in this industry يعني في المجال ده. فالإجابة ممكن تكون بأكتر من طريقة، زي مثلاً I worked as a sales representative for 2 years at XYZ company، أو I have 2 years of experience in sales at XYZ company، أو My role was as a sales representative at Z company. وكل إجابة بتعتمد على خلفيتك أنت أو شغلك السابق. الجملة I worked as a sales representative معناها أنا اشتغلت كمندوب مبيعات for 2 years يعني لمدة 2 سنين، و at XYZ company يعني في شركة مثلا اسمها كذا. وطبعا كل واحد هيغير حسب الوظيفة اللي كان بيشتغلها والمدة والشركة. كلمة representative يعني مندوب أو ممثل. في مجال المبيعات sales representative يعني مندوب مبيعات، وهو الشخص اللي بيمثل الشركة ويتواصل مع العملاء عشان يبيع المنتجات أو الخدمات. جملة I have 2 years of experience in sales معناها عندي 2 خبرة في المبيعات، وهنا experience معناها خبرة، وin sales يعني في مجال المبيعات. أما الجملة My role was as a sales representative at Z company معناها كان دوري هو مندوب مبيعات في شركة زي. رول معناها الدور أو الوظيفة اللي كنت بتقوم بيها. يبقى التركيبة كلها بتدل إنك بتوضح خبرتك والدور اللي كنت بتلعبه في الشركة. What are your strengths يعني إيه نقاط القوة اللي عندك. strength معناها نقاط القوة أو الحاجات اللي أنت شاطر فيها. التانية اللي ممكن السؤال يتقال بيها هي What skills make you a good fit for this job يعني إيه المهارات اللي تخليك مناسب للوظيفة دي. كلمة good fit معناها مناسب بشكل كويس للوظيفة أو الدور المطلوب. والسؤال التاني What are you good at يعني إيه الحاجات اللي أنت شاطر فيها. كل الأسئلة دي هدفها إنك تتكلم عن نقاط قوتك والمهارات اللي عندك. يعني في السؤال ده هم عايزين يعرفوا إيه المجالات أو المهارات اللي أنت متميز فيها. مثلاً ممكن تكون شاطر في التواصل مع الناس أو في حل المشكلات وهكذا. ممكن نرد بالإجابات دي. أول حاجة I am good at communication and teamwork معناها أنا شاطر في التواصل والعمل الجماعي. communication يعني التواصل، وteamwork يعني العمل الجماعي. الجملة بتتكون من I am good at يعني أنا شاطر فيه، وبعدين بنذكر المهارات اللي إحنا شاطرين فيها. التانية effective communication skills معناها مهارات تواصل فعالة. effective يعني فعال أو مؤثر، وcommunication skills يعني مهارات التواصل. ممكن ترد بأي صيغة من اللي قلناها. يعني تقدر تقول I am good at communication، أو ممكن تختصر وتقول effective communication skills. الاتنين صح، ولو عايز تضيف جملة فيها I am good at هيبقى كلامك واضح أكتر. المهم إنك توضح إنك شاطر في الحاجة دي. وطبعاً كل واحد بيجاوب على حسب الحاجات اللي هو متميز فيها. أنا بس بديك مثال عشان تبقى عارف إزاي ترد. strong teamwork abilities معناها قدرات قوية في العمل الجماعي. strong يعني قوية، وteamwork يعني العمل ضمن فريق، وabilities يعني القدرات أو المهارات. يعني الجملة كلها بتوضح إنك عندك مهارات قوية في التعاون والعمل مع الفريق. What's your biggest weakness يعني إيه أكبر نقطة ضعف عندك. ممكن يتسأل بطرق تانية زي What do you want to improve about yourself يعني إيه الحاجة اللي عايز تطورها في نفسك. أو السؤال What's a challenge you face at work What's your biggest weakness بيتكون من What's اللي معناها ما هو أو ما هي، بعدين your اللي هي بتاعتك، و biggest weakness اللي معناها أكبر نقطة ضعف عندك. السؤال التاني What do you want to improve about yourself. الجملة دي بتقول What يعني إيه، Do you want يعني إيه اللي أنت عايزه، To improve يعني تحسن أو تطور، About yourself يعني عن نفسك. فالجملة كلها بتسأل إيه اللي عايز تحسنه في نفسك. السؤال What's a challenge you face at work يعني ما هو،
وa-challenge يعني تحدي، و-you face at work يعني اللي بتواجهه في شغلك. يعني السؤال بيطلب منك تشرح إيه التحدي اللي بتقابله في الشغل. وكل الأسئلة دي بتدور حوالين إنك تتكلم عن نقاط الضعف أو التحديات اللي بتواجهها. الإجابة sometimes I focus too much on details but I am learning to balance. معناها أحياناً أنا بتركز جداً على التفاصيل لكني بتعلم إزاي أوازن. sometimes يعني أحياناً، I focus too much on details يعني أنا بدي تركيز كبير على التفاصيل. but I am learning to balance يعني لكني بتعلم إزاي أحقق التوازن. الإجابة دي بتوضح إنك عارف نقطة ضعف عنك لكن في نفس الوقت بتحاول تطورها. وطبعاً كل واحد ممكن يختار نقطة مختلفة حسب تجربته الشخصية. دلوقتي هقول لكم على شوية مفردات هتفيدكم في الانترفيو. كلمة انترفيو يعني مقابلة شخصية. دي بتبقى مقابلة بنروح فيها نقابل صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن التوظيف، وبيبقى الهدف منها إنهم يعرفوا أكتر عنك وعن خبراتك. applicant يعني متقدم للوظيفة، هو الشخص اللي بيقدم على شغل وبيبعت سيرته الذاتية عشان يتم اختياره للمقابلة. ريزيومي أو CV دي السيرة الذاتية اللي بتكتب فيها خبراتك ومهاراتك. cover letter ده خطاب مختصر بتشرحي فيه ليه أنت مهتمة بالوظيفة. interviewer هو الشخص اللي بيعمل المقابلة معاك. position أو role معناها الوظيفة أو الدور اللي هتشتغلي فيه. qualifications هي المؤهلات اللي بتأهلك للوظيفة. المؤهلات هي الشهادات أو الدورات أو الخبرات اللي عندك وبتأهلك إنك تكون مناسب للوظيفة. experience يعني خبرة، والخبرة هي الفترة اللي اشتغلت فيها في مجالات معينة. strengths يعني نقاط القوة. نقاط القوة هي المميزات أو الحاجات اللي انت شاطر فيها. weaknesses يعني نقاط الضعف، ونقاط الضعف هي الحاجات اللي ممكن تكون بتواجه فيها صعوبة أو محتاج تطورها. references يعني مراجع، والمراجع هم الأشخاص اللي ممكن صاحب العمل يتواصل معاهم عشان يعرف منك معلومات أكتر. دول عادة بيكونوا مديرينك أو زملائك في الشغل اللي فات وبيأكدوا إنك كنت كويس في شغلك. salary يعني راتب، والراتب هو المبلغ اللي بتتفق عليه مع الشركة مقابل شغلك. team work يعني عمل جماعي، والعمل الجماعي هو إنك تشتغل مع فريق أو مجموعة وتتعاونوا مع بعض لتحقيق هدف واحد. achievement يعني إنجاز، والإنجاز هو أي حاجة كبيرة أو مهمة قدرت تحققها، زي إنك تنجز مشروع كبير أو تحقق هدف شخصي في الشغل. deadline يعني موعد نهائي، والموعد النهائي هو آخر وقت لازم تخلص فيه مهمة معينة، يعني زي خط نهاية لازم توصله قبل ما الوقت يخلص. إحنا لسه ما خلصناش الجمل، تابعوني في الحلقات الجاية عشان هنكمل الجمل اللي بنقولها في الانترفيو، وهخليكم تجاوبوا عليها باحترافية وتبقوا فاهمين كل حاجة.